السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ووصفة اليوم هي وصفة الدزيريات بالكاوكاو. تابعوا معايا الفيديو للآخر باش تشوفوا كامل الخطوات والأسرار باش تنجحوا في دزيريات الكاوكاو. هنا أول حاجة رحيت الكاوكاو بلا ما تحمصوه، تخلوه هكاك بيض، ترحيوه كيما الطعام، ما رقيق ما خشين. هنا خديت كمية تاع كيلو، حوالي 3 كيلات من هاد الكيلة، 3 كيلات معمرين تاع الكاوكاو. وهنا خديت كيلة غير ربع تاع سكر، بالميزان خدات لي 330 غرام سكر. وبنفس الكيلة كيلت نصف كيلة تاع جوز الهند. هنا نستعملو جوز الهند مع الكاوكاو باش يغطي شوية ذوق الكاوكاو. هو كاوكاو يقعد كاوكاو لكن تجي بنينة، تعطي لها ذوق خاص. المهم الحاجة الأولى اللي نبداو بها هي نخدمو السكر تاعنا باش يجيو الدزيريات تاعنا معسلين. نحطو الكمية تاع السكر في إناء، وراح نضيف لها نصف فنجال تاع مزهر، نصف الفنجال تاع هذا تاع القهوة. ناخد نصف فنجال تاع مزهر، راح نشمخ به السكر تاعي، ونزيد له مبشور ليمون. انا هنا نسيت ما حطيتوش لكن حطيته في الاخر. راح نزيد له حبة تاع البيض مع هذاك المزهر والسكر، ونخلطوه بالخلاط الكهربائي بالبغا. تقدروا تحركوه برك بالفوي لكن ياخد وقت، تخلوه يرتاح. اذا كنتم مزروبين خلطوه بالدراب الكهربائي. نستعمل بيضة واحدة باش ما نجريش الحشو تاعي، والبيض الكمية الأخرى راح نضيفها تدريجيا للكاوكاو. بعد ما رحيت السكر راح نجيب الكمية تاع الكاوكاو اللي عندي نحطها في الجفنة، وراح نضيف لها ملعقة تاع فانيليا، نصف كيلة تاع جوز الهند. وهنا نسيت ما قلت لكمش ملعقة تاع الفانيليا، وملعقة كبيرة تاع في الكيلو ملعقة كبيرة تاع مارغرين حوالي 50 غرام. ندخل هاد المكونات جيدا، وراح نجمع الخليط بهذاك الخليط تاع السكر والمزهر والبيض. وكي خصني راح نزيدو الكمية المتبقية تاع البيض. انا هنا في كيلو خدات لي حوالي 3 حبات وصفار تاع البيض. ملاحظة اذا استعملتو اللوز ما راحش يرفد بزاف، الكمية تاع البيض راح تكون اقل، لكن الكاوكاو ياكل بزاف البيض، يرفد بزاف البيض. هذه هي. هنا بعد ما دخلت المارغرين راني نزيد في الكمية تاع السكر اللي خلطتها، ونجمع الحشو تاعي تدريجيا حتى ينطم معايا. هنا كنت دخلت 3 حبات تاع البيض، شكلت هكا كوريا، شفتها باللي راهي واجدة تتلاصق نوعا ما في اليد. راح نجيب كيس بلاستيكي ونخليها ترتاح. انا خليتها ليلة كاملة. الغدوة من داك جيت حنستعملها حسيتها شوية نشفت، زدت لها صفر البيضة الرابعة صافي، درت استعمل 3 بيضات وصافي. نجوزو نحضروا العجينة كيف كيف. انا هنا استخدمت كيلة صغيرة وهكذاك وقعدت لي العجينة. راح ناخد 3 كيلات من هاد الكيلة تاع طحين ابيض، ونزيد لها نصف كيلة تاع عيدام، خليط بين المارغرين ومارغرين التوريق. انا استخدم مارغرين فلوريال، وخلطت بين فلوريال ومارغرين التوريق. وراح نطم بالماء والمزهر. درت كيلة غير ربع لكن ما استخدمتهاش كامل، قعدت لي شوية منها. بلا ما ننسى ملعقة تاع الفانيليا، قرصة تاع الملح، وملعقة صغيرة تاع ملون أبيض. الملون الأبيض كما شفتوا حليته بشوية تاع الماء والمزهر باش يدخل لي في كامل العجينة وتجيني هذاك اللون الأبيض في كامل العجينة. وبعد ما بردت لي هذيك المارغرين اللي كنت دوبتها نضيفها للطحين تاعي، ونجمع العجينة بالماء والمزهر. نعجن العجينة شوية لبضع دقائق، وراح نخليها ترتاح هي تانيك. على الأقل خلو الحلويات التقليدية كامل العجينة لازم ترتاح أقل شيء ساعة. أنا خليتها باتت حتى الغدوة من داك وشكلتها وطيبتها.
في نفس الوقت حضروا الشربات تاعكم والعسل دايما قبل، اما تحضروا العسل في الدار ولا تشروه جاهز ونخلطوا. راح نديروا خليط بين الشربات والعسل. هنا بديت بالشربات اللي راح ندير فيه كاس سكر بزوج كيسان تاع الماء ونخليه يغلي فوق النار 10 دقائق ونطفي عليه. نزيد لها قطعة تاع ليمون والعسل سبقت وحضرته معاكم في القناة. هناك انا درت كمية قليلة تاع العسل، درت كاس تاع سكر يتكرمل وزدت له كاس تاع السكر وكاس وشوية تاع الماء، ميم با ربع كاس وملحقش ربع، وقطعة صغيرة تاع شب. كيف خليته 15 دقيقة وطفيت عليه. هاوليك العسل جاهز والشربات جاهزين. راح نخلطهم باش نعسل فيهم الدزيريات تاعنا. غير يخرجوا من الفرن راح ندخلهم في هذا الخليط تاع عسل وشربات. وهنا ضفت المبشور الليمون، كنت نسيت ما ضفتوش في الحشو تاعي. ضفت المبشور الليمون. وهنا شفت الخليط مازال ناشف، زدت له صفار تاع البيض، دخلت هذاك الصفار مليح. وهنا كان الحشو تاعي واجد. راح نروح نفتح العجينة تاعي. هنا تقدروا تحلوها بالحلال ولا اللي عنده الآلة راح يستعمل الماشينة. تحلوها قبل في رقم 2 ومن بعد 4 ومن بعد الرقم قبل الأخير. هنا في هذه الماشينة تحبس في 7، إذا حليتها في 6. انتم على حسب الماشينة تاعكم، ما تحلوهاش بزاف رقيقة كيما تاع البقلاوة وماشي خشينة. هنا راح نفتح الكمية كامل ونبدأ نقطع في العجينة. أنا استعملت القطاعة هذه رقم 9 على ما أظن. أنا التوعية ما فيهمش الأرقام، بصح كاين اللي فيهم الأرقام. وعلى قطعت كامل الكمية اللي نسحقها. وراح نروح نوزن الحشو ديالي. الحشو أنا وزنته 35 غرام. بعد ما وزنت الحشو ديالي جبت العجينة اللي كنت قطعتها وراح نحطها في المول هذا تاع الدزيريات. باش نسهلوا على رواحتنا راح نحطوا كامل الكمية تاع العجينة ومن بعد نحطوا الحشو ديالنا ونكملوا نطبعوا من الفوق، اما بالبوشون طريقة تقليدية ولا اللي عندهم الطابع هذاك تاع الدزيريات من الفوق يطبعوا به. انا ما عنديش، راح نستعمل غير البوشون. كي تحطوا الكريات تاعكم تاع الحشو هبطوها شويه برك وبداو تشكلوا بالبوشون وتمسحوا بالبانسو من الفوق ببياض البيض. وراح نرشقوا فوقها اما حبه تاع اللوز ولا حبه تاع الكاوكاو. ونكملوا كامل الكميه اللي قعدت. نحط العجينه كامل في المول تاع الليمون اللي عندي ونحط فوقهم كامل الحشو. وراح نبداو نكملوا بنفس الطريقة، يعني نشكلوا من الفوق بالبوشون وحدة بوحدة حتى نكملوا الكمية كامل. أنا في الكيلو هذا خرجت لي حوالي 42 حبة. ندخلهم يطيبوا كما قلت لكم في صينية تكون مدورة، وغير يخرجوا راح نحطهم في الشربات والعسل اللي كنت خلطتهم. نحيهم ديريكتومون من المول وندير لهم ثقوب بالكوردون من تحت ونحطهم يتعسلوا. نخليهم على الاقل 15 دقيقه يتشربوا باش نحيهم من العسل والشربات. وبهذه الطريقه وكان تبعوا الخطوات كامل ما راحش تحتاجوا تعسلوهم مره واحده اخرى، راح تلقاوهم معسلين للقلب. فوالا قسمت معاكم حبه باش تشوفوا الطراوه تاعها، جات بنتها ولا أروع. جربوها وخليوا لي تعليقاتكم أسفل الفيديو. ما تنسوش اللي مازال ما دارش اشتراك يدير لي اشتراك فضلا وليس أمرا، ويدير لي تعليق وجام. وهكذا نكون لحقنا لنهاية الفيديو. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في صحيحتكم. إلى فيديو وصفة جديدة إن شاء الله. سلام.